سؤال واحد اول ما بساله لاي حد في العالم بيتكشف قدامي على حقيقته، وبعرف اذا كان هو شخص كويس او مش كويس من السؤال دوت. بس لو انت سالته بالشكل الصح بالذات اقرب الناس ليك لازم تساله لهم عشان تقدر تعرف نواياهم ايه. بس قبل ما اقول لك السؤال السر جدا اللي الناس كلها بتبحث عنه دوت، اتمنى منك دلوقتي لو انت فاهم كلامي او فاهم انا بقول لك ايه، انت شخص واعي للي انا بقوله ومدركه وسايب التفاهه على جنب. فاحنا دلوقتي احنا عشان نعرف اليوتيوب ان احنا في جيش مسيطرين نبدا يقوم محتوى تاني، عشان احنا دلوقتي الريتش واقع عشان احنا غيرنا محتوى. واعمل اشتراك وانضم لجيش المسيطرين دلوقتي حالا عشان خاطر برضه نعرف اليوتيوب، واعمل تعليق باي حاجه سواء انت جربتها او ما جربتهاش، او حتى هتكتب هاشتاج جيش المسيطرين. مبدئيا لما تيجي تسال السؤال دوت لازم تساله في وقت الشخص اللي قصادك بيحكي لك عن حاجه عن مشاعره. يعني عارف انت لحظه الفضفضه بينك وبين الشخص هتبدا ان انت تقول له سر عن نفسك بس السر مش حقيقي. طب تعرف انا بقول لك على سر، تعرف ان انا اساسا متضايق في الشغل اللي انا فيه، يبدا لازم بعدها يبان لك سر عنده هو بس سر حقيقي. تبدا بعدها تساله السؤال دوت، تقول له لو انت قصادك دلوقتي حالا زرار هيخليك تعيش ماديا مرتاح جدا، بس مجرد ان انت تدوس عليه ويخليك مرتاح ماديا هيخلي حد من الناس اللي انت بتحبها عيان طول حياته. شوف رده عليك هيكون ايه. لو قال لك فعلا ان هو هيدوس على الزرار دوت كده انت عارف شخصيته دوت كده مش باقي على اي حد.